السلام عليكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمشاهدين، أسعد بكم دائما وأبدا المعلق خالد عبد الكريم. ننقل لكم هنا وبالوصف التفصيلي وتحديدا من ملعب الميناء الدولي بدولة العراق الشقيق للتعليق على هذه القمة العربية فيها تجمع ما بين منتخب الإمارات ومنتخب الكويت في كأس الخليج الدولية رقم 25 في الجولة الثانية من دوري المجموعات. طبعا الكويت والإمارات وكلاهما يبحث عن الثلاث نقاط حتى يصل إلى المناطق الدافئة في المجموعة، وهذه طبعا أجمل ما يميز هذه البطولة هو لم الشمل العربي الدولي والتقارب بين الشعوب. بدأ اللقاء وهجمة لمنتخب الكويت من ناحية اليمين وكده، وادي التحام كده التحام للاعب خالد ابراهيم، انما بص حضراتكم في منطقة جزاء الامارات من اللاعب محمد العبد الله، انما اعتقد ما فيهاش حاجه. وادي طبعا شكل الجمهور الجميل اللي جاي يشجع هذه المباراه اللي ان شاء الله نتمناها مباراه ممتعه لكلا المنتخبين. ضربه ركنيه لصالح منتخب الامارات، ماشي من ناحيه الشمال، ماشي تجالي، انما ماشي من ناحيه اليمين، ماشي ماجد راشد يلعبها، انما ضرب لخمه كده ويلعبها بعيده تماما عن سليمان عبد الغفور حارس منتخب الكويتي. هجمه لمنتخب الامارات عن طريق تجالي، انما ما تكملش وما تمشيش، وبدا المنتخب الكويتي وكمان يعلن عن نفسه، وادي حمد عايز يلعبها انما يرجع، ورمي التماس لمنتخب الامارات. انما في النهايه بص حضراتكم هجمه كده لمنتخب الامارات من ناحيه اليمين بيلعبها كده تجالي، انما ما تعديش وتوصل الى سليمان عبد الغفور. كانت اجمل لمنتخب الكويت، انما ياخدها خليفه الحمادي ويعمل معاه فاول كده عيد الرشيدي، وطبعا يعني خليفه مش عاجبه الكلام. انما حتى الان والله المباراه سجال ما بين المنتخبين، ما فيش حد يعني فارض اسمه ولا اسلوبه. وادي كانت هجمه لمنتخب الامارات طبعا عن طريق كايو كانيدو، انما تبقى توصل جنب القائم الشمال للحارس سليمان عبد الغفور. هجمه لمنتخب الامارات وحارب سهيل كده ضرب لخمه ولعبها حلوه قوي ومش ممكن يا هجمه، وتسكن شباك خالد عيسى، انما شبيب الخلدي. هل في فاول ولا اعتقد كان فيها تسلل على شبيب الخلدي؟ فعلا كان في تسلل على اللاعب شبيب الخلدي نجم منتخب الكويت، واللاين مان طبعا رفع الرايه وكان التسلل مظبوط طبعا ما فيش اي كلام. يطلع خالد عيسى وينقذ الموقف وهجمه، وادي بقى كلام كده يعني ما بين محمد العبد الله، وطبعا بقى مش عايزين الكلام دوت بينه وما بين حسن حمدان، وطبعا الحضور لطبعا المباراه القويه اللي بتجمع ما بين منتخب الامارات ومنتخب الكويت اللي حتى الان ما فيهاش اي اهداف، ان المباراه فيها هجمه هنا وهجمه هنا ومش ممكن. عرضيه جميله قوي يلعبها شبيب الخلدي، انما صاحلها خالد عيسى. برافو خالد عيسى، والله شبيب الخلدي كان يعني جاب هدف ملغي ولعب كرة حلوة قوي، يعني طرة جميلة جدا وهجمة لحارب سهيل، انما سليمان عبد الغفور. وادي الحكم بص حضراتكم يجي لها كده من اعلى نقطة، انما خالد عيسى والله برافو سليمان عبد الغفور صاحي واعي قوي من الهجمة اللي كانت بتاعت ماجد راشد اللي طار ولعبها، انما برافو سليمان عبد الغفور كان صاحي وواعي وفايق. حتى الان واحنا في نهايه الشوط الاول، ونشوف بقى اللعبه ديت ماشي منتخب الامارات ويلعبها من ناحيه اليمين حارب سهيل، وانما ادي تشجيع كده في المدرجات، انما حتى الان ما فيش اهداف. وادي كانت هجمه حلوه قوي للاعب الكويتي طبعا اللي هو لاعب الكويت اللي بيلعبها خالد الزنحاني. هذا ترقب من المديرين الفنيين، وادي كايو كانيدو اللي عليه العين، انما حتى الان وادي حوار كده ما بين حمد طبعا نجم المنتخب الكويتي وطبعا زميله عيد الرشيدي بيقول له احنا هنسجل امتى ولا مش هنسجل، انما حوار لما حتى الان ما فيش اهداف بترجمه حقيقيه، وما فيش زي ما قلت لحضراتكم المباراه سجال ما بين المنتخبين. هجمه هنا وهجمه هنا وهجمه منتخب الامارات، وبيعدي من ناحيه اليمين
كايو كانيدو، إنما صاحلها سليمان عبد الغفور وينقذ الموقف. رمي التماس لمنتخب الامارات اللي منشط كده هجومه وتعدي من مجدي راشد، وادي خالد مش ممكن شبيب الخلدي كاد ان يسجل الهدف الاول لمنتخب الكويت، انما تخبط كده في وليد عباس واسوش حضراتكم. والله يعني ده هجوم قوي كان منتخب الكويت، انما تخبط في الدفاع لمنتخب الامارات. من ناحيه اليمين وتبقى ضربه ركنيه للمنتخب الاماراتي، وبيلعبها كده محمد العبد الله وجاي لها حارب سهيل. بص حضرتك ده ماجد راشد عامل قلبان في منطقه جزاء منتخب الكويت، وباين عليه بيجيد العاب الهوا. ماجد راشد لعب حلوه قوي، انما حتى الان وهجمه لمنتخب الكويت ومش ممكن. هجمه لمنتخب الكويت توصل سهله قوي لحمد اللي تعدي من عيد الرشيدي وتوصل لحمد اللي لعبها فوق بشكل عجيب جدا، يندم عليها طبعا. لاعب حمد بيقول له يعني مش هتجيلك تاني دي يا حمد، انما ايه الابداع والامتاع ده. يعني مشاري غنام بيعمل كرة حلوه جدا. وادي تبديل لمنتخب الكويت، هينزل اللاعب حمد القلاف في الدقيقه 61. هجمه لمنتخب الامارات وحتى الان وهجمه لما توصل سهله في خالد عيسى. ترقب من كلا المديرين الفنيين وكلاهما يبحث عن الهدف الاول، سواء كان اماراتي او كويتي. طبعا كلا المنتخبين وجمهورهم يتمنى ليه هو، لكن احنا نتمنى هدف يشعل المباراه ومش ممكن. كانت هجمه لمبارك القنيني انما ما تعديش، وهجمه لمنتخب الامارات وتعدي، انما سليمان عبد الغفور وضربه ويتعب احمد الزفيري ويسجل اول اهداف اللقاء. مش ممكن. يا سلام، مبروك لدوله الكويت.